سبحان الله، انا مش مستغرباهم بصراحه. ما واحده انت امهم، يعني انت ام الاشكال دي، فهيطلع منهم ايه؟ انت مربيهم على الغل والحقد والكراهيه واكل الحق. ربنا لما يستر. راحت المدرسه وعرفت ان احنا قلنا لهم هنسحب المدرسه. طب ايوه ودي فيها ايه؟ ما فيهاش حاجه يعني. عملنا حاجه غلط، نقلنا البنت من المدرسه لمدرسه. السلام بس. عليكم يا جماعه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن افهم هو ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده يا ساره؟ يعني انتوا مش عارفين ايه ده؟ لا والله بتاع ما ورقة. بننجمش. ايه مشكلتك في ايه؟ مشكلتي ان المدرسه اتصلت بيا وقالت لي عمها طلب ان هو نسحب فايل البنت علشان خاطر هو مش قادر على المصاريف، فلو سمحت تعالي استلمي الفايل. طب ودي فيها ايه؟ ما احنا نقلناها من مدرسه لمدرسه حكوميه، كتر مصاريف في الفاضي. يا طنط انت عارفه ان وصيه يعني ابنك الله يرحمه قال لك ساره وبنتي خليهم، يعني قبل ما يتوفى يعني هو تعبان على فراش الموت قال لك ساره وبنتي خليهم في عينك يا ماما، هي دي وصيته؟ طب ما هم في عيني طبعا. هي ده اصلا اعز الولد اسكتي كده يا مروه. وبعدين بالها المدرسه الحكوميه، بسم الله ما شاء الله، الكل بتخرج منها زي الفل. هو انا مش فاهم يا ساره ايه اللي مضايقك وايه اللي مضايقك بقى؟ اللي مضايقني ان انا ليا حق في الورث ده زيكم بالظبط، لان انتوا عارفين ان المصنع دوت اصلا اتبنى بالذهب بتاعي وذهب مامتك، انا مش هنكر، بس الذهب بتاعي ده انا كنت جايباه من بيت اهلي مش اللي اخوك جابهولي. اخوك اصلا ربنا كان عالم بحاله يعني في بدايه مشواره كان عامل ازاي، وخلاص هو دلوقتي الموضوع الحمد لله بقى يعني بيعم علينا كلنا، فانتوا ليه مستخسرين ان انتوا تدوا اليتيم حقه؟ خلاص يا ماما، بقول لك ايه، انت ممكن تجيبي لها الذهب بتاعها دلوقتي بالجرامات اللي هي كانت واخداها منها وريحيها. بالظبط. كل واحده بتساعد جوزها. جرامات ايه ما وبتاع فيهاش. ايه؟ أنا اسكتي فاهمة، يا هدير انت اسكتي بس، يا انت هدير. بتتكلمي عشان ما ليه؟ تقعدش تتكلم وتقول مالكيش لك دعوه، أنا حاطة في اسكتي المصنع. بس، هي ما فيش هو حد انت حط في بتبقششي من المصنع. جيبك ولا ايه؟ مفيش أنا مش حد حط فاهمة حاجه يعني. في المصنع، يعني ما في ايه؟ كل هو واحد المصنع في عارف. الاخر، ثواني يا ماما، هو المصنع في الاخر باسمك انت، وانا اللي شايل الدنيا كلها انا واختي. وانا ما خدتش ورق على جوزي عشان هو كان خلاص جوزي. انا مش ذنبي مفيش برضه. حاجه تثبت ان انا ليا حق، خلاص بس وأنا ربنا ماليش مطلع دعوة. وعارف ان أنا البنت ماليش اليتيمه دعوة. دي انتوا دلوقتي يعني قلتوا لي اقعدي مع ماما واقعدي وربي بنتك واقعدي، تمام، ما قلتش حاجه ولا قلت اتجوز ولا اشوف نفسي ولا اخد شقه لوحدي ولا اي حبيبتي، حاجه. عايزة قاعده كمان؟ مع مامتك زي ما انتوا طلبتوا مني. طيب ما بطلبش منكم مصاريف اي حاجه خالص، انا ماشي. قاعده ببيتي بلقمتي، قاعده مع مامتك تمام. بلقمتي وبخدمها تمام. وعناية ليها زي والدتي. تمام. لكن الموضوع لو خص بنتي ولا جيتوا على سكه بنتي انا مش هسكت. طيب. انت تطلع بنتي من مستوى كانت هي فيه انترناشونال توديها مدرسه حكومه. خلاص. طب ما انتوا عيالكم في مدارس انترناشونال. مالكيش لا، دعوة لا، بعيالنا. بس هو انت استنوا باصه لابني سيبونا ولا ايه؟ مش يا عارفه. حبيبتي، ده ابنه ولد، يعني السند لازم يتعلم في احسن مدارس، انما البنت اخرتها للبيت والجواز يا عينيا. وبعدين يا حبيبتي انا بشتغل في المصنع زي محمود، يعني من حق اعمل اللي انا عايزاه في عيالي. طب ماشي يا جماعه، انتوا ليكوا راتب كل شهر وليكوا نسبه بتاخدوها بسم الله ما شاء الله يعني تكفيكوا، انا فين نسبتي وفين الراتب بتاعي؟ يعني بعد سنه من وفاه باباها ولا سنه ونص تروحوا تطلعوها من المدرسه؟ اصل انتوا مستكترين عليها، يعني مستكترين عليها ان هي في انترناشونال. هي فين مصاريفها ولا بتطلب منكم ايه ولا بتعملوا لها ايه ولا بتشوفوها ولا المدرسه أي غاليه حاجة؟ قوي يا ساره، يعني انا مش طبعاً عارف مصاريف كتير. اخويا كان مدخلها المدرسه دي ليه، يعني انا مش فاهم. والله دي اقل من اللي عيالك ابنك وبنتها فيها، اقل مش منها، عارف بقى. اقل منها بقى مصاريف. عيال. كده هتتعلم وكده هتتعلم. بالظبط. خلاص احنا عملنا اللي في مصلحتنا. ويا ست لو انت متضايقه من القعده هنا نشوف لك شقه بره تقعدي فيها معززه مكرمه. ليه؟ عايزه تتجوزي اتجوزي وسيبي البيت عندنا، ما عنديش مشكله. صح يا ساره، ما ليه؟ وأنا تتجوزي. بضايقك وانت مش في كنت حاجة؟ قايله ان ابن خالتك عايز يتجوزك؟ ما تتجوزي. انت متضايقه ليه يا ساره؟ انا مش فاهم. ما تزعليش نفسك يا حبيبه قلبي، ومرتاحي كده، البنت في الحفظ والصون والبنت في عيني الاثنين، ما تزعليش وهتتعلم. في عينك ايه يا طنط؟ المفروض ان احنا قاعدين امانه عندك ودي يتيمه، انتوا كده بتستحلوا مال اليتيم وربنا مش هيسكت، ربنا مطلع على كل حاجه. ماشي. وانا طالما الموضوع يعني بيخص بنتي انا مش هسكت، لو عليا انا مش فارق طب معايا. اعلى ما في كله خيرك حق يا اركبيه. جماعه بس والله. ده اللي اقدر اقوله لك بالظبط. بالظبط. وبالله عليكي بقى عشان ما مش تصدعيني. ناقصين بقى كلام كتير وعماله تتكلمي في ايه، خلاص. كفايه لك بقى، قومي غيري هدومك وافتحي قومي. تمام يا جماعه شكرا. انا مش فاهم انا في ايه. انا مش هسيب حقي. ما تسيبيش حقك، ورينا هتعملي ايه. بقول لك ايه واد يا محمود، قولي يا ماما. ما تتجوزها. نعم يا اختي. ايه يا خالتي في ايه؟ ده انا حتى بنت اختك. ايه يا بنت؟ ما تهدي يا بنتي شويه ما نسمع. اسمعي الكلام. تسمع انت كمان؟ هو انت بتفكر انت اتجننت يا محمود؟ انت بس لما سيبيه تتجوز- يتجوزها يا خايب. اسمعني يا ولد. انا اللي خايبه برضو؟ لا يا اسكتي بنتي مريم. يا هبله اسكتي واسمعيني. انت لما تتجوزها هتشكمها، ولا هتقعد تطلب ورث ولا حاجه، بالعكس
كل حاجه هتبقى ليه. وهناخد ويرجع ورثها وبعدين ورثنا. البنت محدش غريب ويرجع بنتها يربيها للانترناشونال، بنتنا. هي دي كل مشكلتك؟ لا يا حبيبتي، كل مشكلتي ان اخوك مش هيتجوز حد عليا. ماشي يا خالتي، عايزه تتجوز بره، ما تجيش جنب جوزي عشان ما ازعلكوش كلكم. مفتريه وقادره. بالراويه بنت اختي. نعم يا حبيبتي، بتنادي؟ نعم، عايزه ايه؟ النور اقفله يعني؟ طيب بصي، انت دلوقتي شايفه ان انا ليا حق صح؟ مش انا يا ستي، اعتبريني انا مش عايزه اي حاجه لحفيدتك. مش المفروض ان هي ليها حق؟ مش لينا ليها حق باباها؟ هو انا مش فاهمه. طب انت دلوقتي يعني انت الدكتور بيقول ان حالتك صعبه، وبعد الشر عليكي انت دلوقتي مش ضامنه النفس اللي داخل واللي خارج دوت ممكن يدخل ويخرج، ولا ممكن يدخل ولا يخرج يعني المفروض ان انت تتقي الله وتديني حقي. انا اسفه ان انا بنفعل عليكي، بس بجد انت ليه مش عايزه تديني حقي حتى وانت تعبانه كده؟ يعني اتعظي ان انت تديني فلوسي. مش عايزه فلوس يا ستي، خلي عيالك وصيهم عليها، يدخلوها المدرسه بتاعتها ترجع، عشان التعليم ده اهم حاجه. نعم. هتقولي لهم اكلمهم اخليهم يجوا؟ ليه طيب؟ انا مش عايزه اتحاسبن فيكي عشان انت زي والدتي وانت على فراش الموت، فلو سمحت الجلطه اللي عندك دي مأثره فيكي، اتعظي لو سمحت، اتعظي وادي بنتي حقها عشان خاطري. خليهم وصيهم على البنت. انا مش عايزه حاجه، انا قاعده معاكي تحت رجلك وبخدمك، وانتي تعبانه اهو، عيالك مش جنبك، انا اللي جنبك، انا اللي بسندك، انا اللي بدخلك الحمام، انا اللي بغير، انا اللي بحميكي، انا كل حاجه معاكي. فلو سمحت اديني حقي، انا بالحسنى وبقول لك اهو بالمراضيه وبالمسايسه، لو سمحت ادي بنتي حقها، وانتي عارفه ان ده حقها وعدل ربنا، وربنا مطلع على كل حاجه، وانتي عارفه ان انا بعت كل ذهبي وكل حاجتي لابنك الله يرحمه. فلو سمحت قولي لهم اكلمهم. حاضر، هطفي لك النور. معلش بقى يا حماتي هتعبك معايا، انا بصمتك على الايصال وهبصمك كمان على عقد بيع المصنع، تاريخ قديم. بس كده كده انا حقي رجع لي. هجيب لك سبرت واجي. بهدلتيني يا شيخة. ده جراثيم في ايدك، فانا بعقم لك ايدك بالديتول. اهو محمود ومروه جم اهم. محمود ومروه جم يطمنوا عليكي. الحمد لله على السلامه. ايه يا حبيبتي عامله ايه؟ في ايه مال؟ عامله ايه يا طب ماما؟ تعالي اقعدي معاهم كده. قومي على مهلك. سندها طب يا محمود معايا. طيب طب خليها تسيبيها مرتاحه. طيب خلاص، خلاص، لو مش قادره خليكي احطي حاجه كده. وراها وخلاص. عامله ايه يا ماما دلوقتي؟ الحمد لله زي الفل، الحمد لله. معلش متقلنا عليك يا ساره. معلش. لا والله والله ما فين تقوليش مراتك؟ كده ما يا بداش طنط. معاك ليه؟ في النادي ابني عامل مشكله وهي راحت تشوفها. على طول عامل مشاكل. ايه يا ماما؟ ربنا مالك عايزة يعينك تقولي عليه. تربيه الولاد صعبه. يا ستي ما تعباها تشكرنيش يعني؟ والله، ما تشكرنيش يا طنط، والله انت على راسي من فوق، انت زي مامتي بالظبط. لا ما تشكرنيش. ما فيش شكر بين البنت وامها والله. ماشي خلاص، ما فيش شكر بينا والله يا حبيبتي. في ايه يا ماما؟ المهم مالها تقومي ساره يا بالسلامه ماما؟ بس. المهم بقى تقومي كويسه بالسلامه. يعني معاكي يعني. المهم تقومي بالسلامه. ربنا يهديها. يا رب. معلش يا حبيبتي، معلش الصدمه مأثره عليها، ما اعرفش أيوة، الجلطه أيوة. دي ايه ده. معلش يا ساره معلش متقلنا يا عليكي. حبيبتي. لا دي زي والدتي والله العظيم يا حبيبتي. انت كويسه يا ماما؟ معلش. ساره واخده بالها منك. طيب تمام. معلش هي ما بتقولش غير كده، بس إيه؟ من ساعه ما انتم ما مشيتوا وهي ما بتعملش غير كده عليا، زي ما يكون مثلا بتوصيكوا عليا مثلا او حاجه. هم مش جايز. محتاجين توصيه يا طنط، هم مش محتاجين توصيه عليا والله، دول اخواتي وهم اكيد هيعملوا يعني باللي حضرتك بتقوليه، ان هم ياخدوا بالهم من بنت اخوهم اكيد يعني. معلش انت نامي وارتاحي فاهم بس. حاجة؟ اديها أنا مش فاهم المهدئ. ايه اللي طيب بيحصل ده. طب في إيه؟ العلاج بتاعها فين؟ طب يا هو سارة؟ غريبه ان هي توصيكوا عليا يعني. لا مش لا، غريبه ولا حاجه. غريبه اللي هي عماله تعمل كده وتشاور عليكي، يعني احنا مش فاهمين.
طيب في ايه انتوا يعني هكون انا مثلا بعذبها فانتوا جايين فيا بتشاوروا عليها عشان بعذبها؟ لا مثلاً؟ اكيد ما قلناش كده يعني. في ايه؟ طب خلاص اقعدي معانا طالما انتوا قلقانين عليها. المصنع انا مين هياخد بعمل باله منه يعني؟ ما ممكن اكون انا بعمل فيها حاجه يعني انتوا بتتهموني بايه؟ طيب ما يعني انا مش فاهمه. مش ما بنتهمك يا ساره، احنا بنعرف بس يا ماما عايزه ايه يعني. ماشي، بقول بس لك انتوا إيه؟ لو قلقانين عليها ومش فاهمين وشاكين في حاجه تعالوا اقعدوا معايا. خلي مراتك تيجي اللي هي اصلا تعتبر خالتها تيجي تقعد معاها. ماشي محمود يلا نروح المصنع يا محمود، مفيش وقت، عندنا شغل. يلا. خلي بالك منها يا ساره. عايزه حاجه يا ماما؟ في ايه يا حبيبتي؟ ما تزعليش خلاص هجيب لك ما المهدئ. تخافيش هجيب يا لك ماما، المهدئ. حاضر هنخلي بالنا منها، ما تقلقيش ما تقلقيش. طب انت بس موضوع خلي بالك المدرسه طيب هتعملوا فيه ايه يا جماعه؟ هنعمل ايه في المدرسه؟ اما نشوف بس ماما تخف بس الاول ونشوف الموضوع، عشان هي كل حاجه في ايديها يعني، فاحنا مش عارفين نتصرف. انت عارفه المصنع باسم ماما. بس الفلوس تحت ايديكم انتوا اللي في ايوه المصنع. بس كل حاجه لازم ماما تكون على ايوه ما هي بيها. لازم تمضي على الشيكات، وديكي شايفه حالتها عامله ازاي. ايوه فمش هينفع يعني يا ساره دلوقتي حاليا في الوضع ده احنا مش عارفين نعمل حاجه. احنا مجرد بس السيوله اللي معانا اللي احنا بنعرف نحرك بيها بس المصنع وبنقبض العمال تمضي على ايه يا مروه؟ ومامتك اصلا انا اسفه يعني بتقول لكم انا واخده الدبلوم وهي مش متعلمه وبتبصم ومعاها ختامه. لا اللي هتمضي معاها على دبلومه إيه؟ بتبصم مش بتبصم يا ساره. هي ما بتمضي. معهاش دبلوم يا حبيبتي. هو انا مش عارفه؟ مامتك بتقول قدامي ان هي معاها دبلوم بس انت مامتك مش متعلمه اصلا. مامتك كل تحركاتها ان هي بتبصم. ممكن تخلوها تبصم عادي على اي حاجه انتوا عايزينها. لازم تقرا الورق اللي بتبصم عليه اكيد هي يعني. بتعرف تقرا احنا أصلاً. هنبقى نقرا لها بقى بعدين لما بعدين تخف يا بعدين. سارة، لما انت مستعجله على ايه؟ ما هي بنتك دخلت المدرسه والدنيا تمام، انا مش فاهم في ايه. انا بنتي مش هينفع تقعد في المدارس الحكومه. خلاص احنا دلوقتي في ايه ولا في ايه؟ احنا سيبنا مصالحنا وسيبنا الشركه وسيبنا كل حاجه وجينا نطمن على ماما. جايه تكلمينا تاني في الموضوع؟ ممكن بقى نروح نشوف شغلنا؟ ممكن عشان الشغل ده هو اللي فاتح البيت دلوقتي. طيب يا جماعه انا بنتي بتبقى تعبانه ومحتاجه مصاريف، محتاجه مصروف على احنا الاقل. بنديكي انا ساكته مصاريف. بقالي سنتين، ما الموضوع كده زاد عن حده قوي. احنا ما نديهاش مصاريف. بنديها طب مصاريف. في ايه طيب؟ ما اعرفش عايزه ايه تاني. عايزه ايه تاني؟ مصاريف يعني ايه مصاريف؟ اكلك وشربك وحياتك كلها، ما انت قاعده واكله شاربه نايمه. عايزه ايه عايزه تاني؟ ايه تاني؟ بتحتاجي فلوس بنديها لك، انت محتاجه ايه اكتر من كده؟ ولما البنت تيجي بتديها 10 جنيه. 10 جنيه دي عايزه ايه هي؟ طب هي هتجيب ده ايه انت عليها؟ زيها زي اي اللي عيل بيمسح يعني. لك العربيه في الشارع مش هتديله 10 جنيه زي اي عيل. لا حاجه حلوه. وانت أنا بنتك جاي. بتاخد 10 جنيه مصروف. وانا بنتي تاخد 10 جنيه ليه؟ ربنا يخليها ليا انا بشتغل وابوها بيشتغل. تمام مش هي فعلا علشان خاطر هي ذنبها ان هي باباها متوفي صح؟ ثواني ده يا ذنبها. ماما، ثواني يا سارة، لا إحنا حول ولا عنينا قوة ليكي إلا يا بالله. حبيبتي، احنا عنينا ليكي انا مش وكل حبيبه حاجة. حد لو سمحت. ماشي انا اسف، احنا عنينا ليكي بس خلي بالك من ماما بس لغايه ما تقوم بالسلامه وهنعمل لك كل ما هو اللي انا انت مش عايزاه. خدامه هنا برضو. انا ليا حقوق زي ما انتوا طالبين مني حاجات انا بطلب منكم حاجات. انتوا طالبين ان انا انت راعي حقوقك- مامتك. حقوقك عايزه تمشي من الشقه يمشي واحنا نجيب خدامه. لا يا محمود هتمشي تروح فين برضو؟ ما هي مخلي بالها من ماما يعني. ما هي مش خلاص. عارف هي عايزه ايه يعني. عايزه ايه يعني؟ عايزة تعمل ايه يا مشاكل سارة؟ تاني؟ عايزه مصروف كام يا ساره؟ مش عايزه حاجه يا مروه شكرا. يلا يا محمود يلا يا محمود استنى اكلم انا واحده تيجي تقعد معانا ممرضه ولا اي حاجه من المستشفى ولا نحتاج منها حاجه. يلا يا محمود. ايه القرف ده؟ سبحان الله انا مش مستغرباهم بصراحه. ما واحده انت امهم يعني انت ام الاشكال دي فهيطلع منهم ايه؟ انت مربيهم على الغل والحقد والكراهيه واكل الحق. سبحان الله. لا انا ماشيه، انا هسيبك لوحدك. ده انا خدت حقي براحتك بقى. وربنا بقى مطلع، خفيتي وعرفتي تتكلمي بيقولي لهم ما عرفتيش حق انا خدته. استنى هنا يا محمود في ايه؟ عايزه ايه؟ مش سامعه الكلام بتاعها الرخم. خليها تتكلم زي ما هي عايزه. ايه المشكله يعني؟ امك لو جرى لها اي حاجه تبقى تقابلني لو خدت مننا جنيه ما هي واحد. عماله تقول كلام يضايق وحقي ومش حقي وانا حقوقي فين وانا قاعده مش عارفه هو ايه. الكلام خلاص- بفلوس يا خلاص محمود. امشي يا ست تقعد في اي شقه نأجرها لها ونجيب حد احنا يقعد مع الامام. ولا هنأجر ولا هنعمل. امك اصلا خلاص شكلها بتودع وهي ملهاش عندنا حاجه ولا معاها اي ورق تثبت ان ليها حاجه عندنا. يعني هي كده كده في الشارع وتثبت بقى هي حقها وتاخده مننا عامل ازاي. يعني بتضايق يعني يا مروه؟ بتضايق والله. نرفزتني جوه. اهدى يا محمود. ماشي. الكوره في ملعبنا احنا. هي مفيش حاجه في ايديها غير ان هي تسمع كلامنا وبس. ماشي انا هادي ومعاكي للاخر يا مروه لما اشوف اخرتها ايه. انا عايز امشيها اصلا وقلت لكم من الاول نجيب لها شقه بره ونقعدها بره ونجيب واحده هنا لماما يا ستي وخلاص وناخد احنا البيت. هي عايزه تتجوز وفر بقى. اجره الشغاله. كده كده عندك شغاله ببلاش بلقمتها. ملهاش اي حاجه غير كده. ماشي بس هي شكلها مش سهله يعني. بصي بتقعد تتكلم ازاي. في ايديها ايه تعمله؟ مش في عارف ايديها بقى يا ايه؟ مروة، مش ولا عارف. معاها ورق ولا معاها اي حاجه تثبت حقها. ملهاش حاجه عندنا. ماشي. اهدى بقى واتقل شويه. طب يلا نشوف مصالحنا. يلا. بقى بتعملوا فيه هنا كده؟ حياة أم رمزي انتوا عصابة بقى. ماشي بس مبروك على موضوع ما يقولش. تمام.